وبدأنا منزلة محبة الله، وكده خلصنا 6 منازل من المنازل ال7، وبنبدأ دلوقتي المنزلة الأخيرة، منزلة محبة الله للوصول إلى الإحسان. ويعني حلقة لطيفة كده وجميلة، فيها فكرة. هي الفكرة بتتكلم عن انت عايز تعرف ربك بيحبك قد ايه. لو عايز تعرف ربنا بيحبك قد ايه لازم تتخيل الجنة، لأن هو بيقول إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الجنة إلا لمن يحب، فمن أحبه الله أعطاه الجنة. أغلى هدية في الوجود، في وجودك كله، لا توجد فوز ولا فرحة ولا هدية ولا سعادة ولا طمأنينة ولا حاجة. هدية ربنا للي بيحبهم الجنة. ولما تقعد تفكر، هو معقول ربنا بيحبنا كده إن هو يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة؟ أعددت بنفسك يا رب، مش أمرت الملائكة أن تعد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ده انتوا هتشوفوا اللي انتوا ما شفتوهوش من ألوان السعادة، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وتحس إن الدوائر بتوسع. لان انا لما اقول لك انت شفت قد ايه في الدنيا، ممكن تقول لي شفت امريكا وشفت اوروبا لكن اقول لك شفت مثلا امريكا اللاتينيه تقول لي لا والله ما رحتش، لان مساحه العين. لكن سمعت عن ايه؟ سمعت عن القمر، وسمعت عن المجموعه الشمسيه، دايره السمع اوسع. طب وخطر على قلبك قد ايه؟ اوسع واوسع 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 واوسع. فهو ابتدى معاك بالترتيب. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا نهار ابيض، ويا رب انت مجهز لنا ايه في الجنة؟ الفكرة انك عشان تحب ربنا لازم تشوف الجنة، لازم تحسها قوي، لازم تتذوقها قوي. فيحصل لك حاجتين: عايز اروحها قوي فتندفع اليها. 2، انا مش عارف انا بحبك قد ايه يا رب، لان حبك كبير قوي. احنا في منزلة محبة الله، ما لقيتش حاجة ابدأ بيها قد ايه ربك بيحبك قد ان انا اوصف لكم الجنة. لانك لو حسيت بالجنة، بس المشكلة انك ما بتحسش بيها، لان انت بتحس بحاجات في الدنيا وبتحلم بحاجات، مناظر تشوفها في الدنيا وتقول انا يا نفسي اروح هناك، نفسي يبقى عندي بيت في الحته دي، وتبقى دي امنيه العمر، وانت مش واخد بالك ان ده ولا حاجه، لانك مش قادر تتصور صوره الجنه. هو ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله مع الصحابه عشان يعملوا التضحيات الخرافيه اللي عملوها؟ حاجه واحده بس. يعني الواحد ساعات نقعد نتخيل كده، هم الصحابه ازاي كده؟ يعني الجيل ده طلع كده ازاي يا رسول الله؟ ايه اللي زرعته فيهم؟ ايه اللي اتحط؟ ايه اللي عارف لما تحط كده جوه العقل شيب، ولا ايه اللي اتحط جوه يطلع الناس دي؟ غرس الجنه، خلى عقلهم يشوفها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على فكره، ذكر الجنه في القران بالتكرار الشديد لتثبيت الفكره في العقل الباطن وبأوصاف. بس انت مش فاهم، ده اللي احنا هنعمله بقى النهارده، هنبسط الصوره في القرآن. طب والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ يعني انت لما تتخيل عمير بن الحمام جاي يوم غزوة بدر، والمعركة هتبدأ، بس هو في ايده شوية تمر، يعني بيتقوى قبل المعركة فبياكل التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم قايل كلمة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض. تخلص امتى دي؟ ده مركب الفضاء، ده احنا بنتكلم النجم اللي قدامنا ده مش عارف كم مليون سنة ضوئية، عرضها السماوات والأرض. انتوا بتسمعوا الكلمة في القرآن وما انتوش فاهمين. فقال يا رسول الله، فالنبي بيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم يا عمير. فبص للتمر كده وقال إنها لحياة طويلة حتى أنتهي من هذا التمر. وقام رامي التمر، دخل معركة مات شهيد. ايه ده؟ هو ايه بقى؟ ايوه، ايه اللي زرعه بقى عشان الكلمه دي تشتغل كده؟
ايه اللي يخلي واحد سيدنا انس بن مالك يقابله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله أتشفع لي يوم القيامة؟ قال نعم يا أنس. قال فأين ألقاك يا رسول الله؟ قال تلقاني عند الميزان. قال يا رسول الله يتزاحم الناس على الميزان بيعملوا لوكيشن، يعني هو أنس بيطلب اللوكيشن اللي هيقابل فيه النبي. أنت متخيل قد إيه مزروع جواه؟ قال تلقاني عند الميزان. قال لا يا رسول الله، عند الميزان يتدافع الناس. قال فتلقاني عند الصراط. قال يا رسول الله عند الصراط ينشغل الناس بأحوالهم. قال فتلقاني عند الحوض فأسقيك يا أنس من يدي شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. فقال إذا موعدنا يا رسول الله عند الحوض. بعدنا عند الحوض. إيه بقى اللي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي اتحط في دماغ أنس بن مالك علشان الكلمتين دول يشتغلوا بالطريقة دي؟ إيه اللي يخلي واحد زي سيدنا عبد الله بن حرام في غزوة أحد، عبد الله بن جحش في غزوة أحد، يقول له يا رب أسألك أن ألقى رجل من الكفار شديد القوة شديد السرعة فأقتله، ثم رجل من الكفار شديد القوة شديد السرعة فأقتله، ثم رجل من الكفار شديد القوة شديد السرعة فيقتلني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فألقاك يوم القيامة فتقول لي لما حدث ذلك يا عبد الله؟ فأقول لأجلك يا رب فتدخلني الجنة. إيه بقى؟ ايه اللي حطيته يا رسول الله في الناس دي عشان يقولوا الكلام الكبير ده ويعملوه؟ يعني زرع جواهم ايه؟ فكرة الجنة. حبوا ربنا قوي لان عطاؤه واسع قوي، لانه بيحبهم حب متبادل، يحبهم ويحبونه. فاكرين في منزلة الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهنا يحبهم ويحبونه، ودايما يبدأ بنفسه. أحبهم قبل أن يحبوا، لأن الجنة اتعملت من قبل ما أنت تتولدي. الجنة بتعد ليكي من قبل ما تيجي، وهو اللي أعدها سبحانه وتعالى. بيحبك جدا، والدنيا صغيرة ويلا على الجنة. حلو إن احنا نقول الكلام ده في العشر الأواخر، وحلو إن احنا نتكلم على حب ربنا لينا. ما هي ليلة القدر من... يعني بصوا يا جماعة، عمل لك الجنة عشان بيحبك، وبعدين أنت عمال تلخبط الدنيا طول السنة، أما عمل لك ليلة القدر عشان يدخلك الجنة. ما هي الجنة معمولة، ما هي الجنة معمولة عشان انت تدخلها. طب انت مش جاهز، طب خد ليلة القدر. جهزت؟ طب يا رب ما انت اللي مديني الاثنين. بحبك. الصانع يحب صنعته، والزارع يحب زرعته. اللي عمل الموبايل ده يقعد يقول انا عملت الموبايل ده، غالي عليه. واللي خلقك انت غالي عليه، انت صنعته سبحانه وتعالى. بيحبك قوي. ايوه، ايه بقى تاني اللي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تاني انا عمال ااكد عليها. يعني شوف الطريقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقابل سيدنا بلال يقول له يا بلال سمعت خشخشه عليك، انا سمعت صوت جزمتك في الجنه، انت بتعمل ايه؟ يا رسول الله كل ما اتوضى صلى ركعتين. قال بذلك. شايف عمال يقرب الجنه منهم ازاي ويلزقها فيهم ازاي. يقابل ام سليم لما مات ابنها، يقول لها يا ام سليم سمعت صوتك الأمس في الجنة. يا رسول الله ده أنت عمال تغزل الجنة في حياتهم. يجي له عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس النبي يبعته في مهمة كبيرة عليه، عايزة واحد راجل جدع رجال يعني. والنبي نفسه انها تتم بدون ما ندخل في تفاصيل. يروح عبد الله بن أنيس وهو راجع من بعيد، النبي متفق معاه على كلمة سر، فقال يا رسول الله الله أكبر، فابتسم النبي. يبقى حصل، يبقى عمل فقال انتظرني لك عندي عطاء، هيديك فلوس. فدخل النبي والناس كلها مستنية، وهو عبد الله بن أنيس مستني. طالع النبي صلى الله عليه وسلم ومديله عصاية، خذ يا عبد الله. شوف انت عملها، شوف بص عليها. بس شوف قال له ايه؟ خذ هذه ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة. كده الموضوع اختلف. يقول عبد الله فوالله أخذتها لا تفارقني، ولقد أمرت أن تدفن معي في قبري حتى آتي يوم القيامة أقول العصا يا رسول الله أدخلني الجنة. عرفتوا زرع فيهم إيه؟ طب أنت عايز تعمل إيه دلوقتي؟ يعني هنكمل الحلقة إزاي؟ إحنا عايزين نزرع جوانا بحلقة النهاردة صورة الجنة. لا مش صور للجنة. لأن العقل الباطن بيشتغل إزاي؟ العقل الباطن لازم يشوف صورة. لو ما شافش صورة ما تفعلش. لو جيت أنا قلت لك وأنت ما تعرفش يعني كلمة يورو، هديك مليون يورو ولا حاجة، وشك ولا يجيب أي حاجة. لكن هبقى أسأل يعني. لازم يشوف صورة ذهنية. طب شاف صورة ذهنية كررها له.
يصدقها، ما يفرقش بين الحقيقة والخيال. فيبدأ عقلك يدفعك دفعا ان الصورة اللي هو مصدقها، لان العقل الباطن ما بيعرفش يفرق بين الحقيقة والخيال، اللي تكرروا عليه كتير يصدقوا. سبحان الخالق. تكرر. عرفتوا ليه الجنة متكررة في القرآن كتير؟ كرر، تكررها 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 تكررها، يصدقها يعمل ايه؟ لازم يشوفها في ارض الواقع، فيدفعك دفعا لتخرج احسن ما عندك. هو اللي يوديك للاحسان، مش انت اللي رايح. يوديك للاحسان عشان الصورة تحصل، لانه مصدقها. سبحان الله على تركيبة الله للعقل الباطن. طب احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ قاعدة اليوم: ثبت صورة الجنة في قلبك وعقلك. كرر هذه الصورة بكثرة الدعاء بالجنة، وسيدفعك عقلك دفعا لتخرج أحسن ما عندك لتصل إليها. العقل بيشتغل كده، هكذا يعمل العقل، هكذا يعمل العقل. اعملها مع الجنة بقى. مش معنى بتعملها في الدنيا، ومن حقك تعملها في الدنيا لو عندك حلم في الحياة. طب ما تعملها مع الجنة، دي هي اللي باقية. ده احنا في العشر الأواخر. خلي عقلك يشوف صورة، شاف الصورة كررها بالدعاء: يا رب ادخلني. ولذلك دعوة العشر الأواخر: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إني، لغاية ما تحصل. فهمتوا الطريقة؟ على فكرة الكلام ده الأحلام الدنيا نفس الفكرة، والكلام ده للجنة، بس الجنة أولى. حلوة الفكرة؟ فهمتوا القاعدة؟ فهمتوا بتشتغل ازاي؟ والله ده من الفهم عن الله، ومن الفهم العلمي كمان، ازاي ربنا خلق العقل. ثبت الصورة، لازم تشوف صورة الأول. طب احنا هنعمل ايه النهاردة؟ هنشوف 7 صور. الصورة الأولى لحظة دخول الجنة. انتوا بقى اختار صورتين 3 وافضل ايه مثبتهم. لحظة دخول الجنة، احنا فين دلوقتي؟ غمض عينيك، احنا على باب الجنة. الله، شايف؟ الحمد لله. ورانا ايه؟ ورانا الصراط. ايوه خلاص، ما هو طالما، خلي بالكم، طالما عديت الصراط مبروك، انت من اهل الجنة. يعني انت فين دلوقتي؟ انا قدام باب الجنة، عديت الصراط. طب ومين جه؟ ماما جت. شايفة مامتك؟ الحمد لله جت. شايفة بابا؟ شايفة اخواتك؟ يا العيلة اتجمعت. يا ده احنا كنا بنصلي مع بعض التراويح في رمضان. الحمد لله. الدعوة اللي دعيناها ليلة 22 حصلت، اللهم جمعنا في الجنة. حصلت اهي. وتفتكري دي حصلت ليه، وتشوفي ان دي حصلت عشان يوم كذا. طيب اتجمعنا، طب ايه ده؟ مين اللي هناك دول؟ ما هي الناس بقى كلها، كل الناس متجمعه على باب الجنه. ومين اللي هناك ده؟ مين الراجل الاسمر الطويل اللي شكله جميل قوي ده؟ سيدنا موسى. ايه ده؟ هو ده سيدنا موسى؟ واحنا بقى بنتهامس يا عبد الحليم، سيدنا موسى. ومين الست الرقيقه اللي واقفه هناك دي؟ دي السيده مريم، انا اول مره اشوفها. الله. ومين اللي جنبها ده؟ شكله وسيم قوي، متوسط الطول، وشعره جميل. ايه ده؟ سيدنا عيسى اهو. كتير بقى يعني، عادي يعني كده هبقى طبعا ان شاء الله. وتقابلهم، تقعد معاهم وتعزمهم في بيتك وتعزمني. ساعات بتبقى ندل انت. ومين؟ حلو حلم الجنة، جميل حلم الجنة. ومين اللي هناك ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مرة أشوفه، أنا شوف أهو رسول الله. يا أنا صليت عليه، أنا شفت النبي بيبتسم لي، ده بيسلم عليا من بعيد. ومين اللي جنبه النحيف ده؟ ده سيدنا أبو بكر الصديق. ومين الطويل اللي جنبه؟ كلكم عرفتوه، سيدنا عمر بن الخطاب. الله. ومين الست الفخمة شيك قوي؟ سيدة خديجة. ايه ده؟ ده النبي جاي من الصفوف وخد بإيدك يا رب. أصل هو كان بيقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. ده خد بإيدك. ايه ده؟ ده نطلعك معاه قدام. أصل هو كان بيقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ايه ده؟ أنا اتقدمت قدام، فقلت له: يا رسول الله بس أنا معايا أصحابي وأهلي. هاتهم معاك. شفت الصورة دي؟ طب بس ايه باب الجنة ده؟ ايه الألوان دي؟ ايه ده؟ دي ألوان جديدة. هما مش 7 ألوان، لا ده كان في الدنيا. ما هو اللي خلق ال7 ألوان ممكن يخليهم 1000 لون. ايه ده؟ ايه الزينة دي؟ وايه الباب الضخم ده؟ وايه الزحمة دي؟ ده انا كنت فاكر هنيجي الجنة لوحدينا، ملايين ملايين على طول على الجنة على الجنة على الجنة. ربنا كان رحيم قوي. ما هي ليلة القدر دخلت ملايين، دخلت ملايين. ما هو في ملايين حضروا. يلا جنة جنة جنة. امال الجنة معمولة لمين؟ عشان الناس تروح النار. يلا على الجنة على الجنة على الجنة. طب والباب مقفول، الباب لسه ما اتفتحش. ما هو لازم حد يخبط على الباب. طب امال مين اللي هيخبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم.
ايه ده؟ يعني ممنوع حد يخبط على الباب الا رسول الله؟ يعني ولا سيدنا ادم ولا سيدنا ابراهيم ولا سيدنا نوح؟ ويخبط النبي شايف النبي وهو بيخبط على الباب وماسك حلقة الباب وبيخبط بيها، سمع صوت الملك من جوه. ايه ده؟ انا اول مرة اسمع صوت الملائكة. من بالباب؟ محمد بن عبد الله. ان الله امرني الا افتح الا لك يا محمد. اتفتح باب الجنة، شم الريحة. يقول النبي وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة 500 عام. يا نهار أبيض، ما لما أبقى قدامها تبقى ريحتها عاملة إزاي؟ شايف ألوان الجنة؟ أنا أول مرة أشوفها. يا ترى يا جماعة أول ما تخشوا الجنة هتعملوا إيه؟ يا ترى علي أول ما تخش الجنة هتعمل إيه؟ يا ترى أخوك عمر أول ما يخش الجنة عايز يركب حصان؟ أنا هتنطط؟ يا ترى هتتمرمغ في الجنة؟ يا ترى هتقعد تنط تقول هي؟ لا بس في حاجة عجيبة. تخيل يا محمود، وإذا بالنبي بياخد إيدك، تعال أوريك أسرك في الجنة، عندي ليك مفاجأة. أنت كنت بتحبني، أنت جاري. تفتح شباك بيتك تلاقي النبي قدامك، بيت النبي، قصر النبي. أدي الصورة الأولى. الصورة الثانية، دنيا إيه اللي أنتم موجوعين عليها وبتجروا عليها ومخبولين عليها؟ يا عم كبر دماغك. لا أسعى في الدنيا طبعا وأعمل فلوس طبعا وأنجح في الدنيا طبعا، بس أنا عيني على اللي باقي لي. أنا آخري هنا 70 80 90 سنة وهناك ما لا نهاية. أنا مش عبيط ولا أهبل، ومديني 10 أيام يدخلوني الجنة اللي هو بحبه عملها لي، واداني الطريقة اللي تدخلني ليها مهما كنت وحش، اسمهم العشر الأواخر. يا رب ده أنت بتحبنا أوي، يا رب ده أنت كريم أوي، أنا مكسوف من نفسي. امال إمتى هنقول له أنا بحبك يا رب؟ إمتى هتصرخي من جوه وتعيطي له بس مش عايزة حاجة تقوليه وبحبك، أنا بحبك يا رب؟ ادي صورة. الصورة الثانية، بيتك في الجنة. قالوا صف لنا بيوتنا في الجنة يا رسول الله. ايه ده احنا هندخل لغاية البيوت؟ الاول ربنا قال لنا قال لنا تجري من تحتها الانهار. ما فيش حاجة اسمها صف رابع شايف البحر من شباك المطبخ، كله على الانهار. يا رسول الله من ادنى اهل الجنة منزلة من يسير في ملكه 1000 سنة لا يقطعه. عندك ملك، ما هي عرضها السماوات والارض، يبقى انت الجنينه بتاعتك تخلصيها في 1000 سنه. جناين بقى وملاعب كوره ومش عارف وسباقات خيل اخوك ومش عارف ها، عايز ايه في الجنه؟ بيتك في الجنه شكله ايه؟ طب صف لنا البيت يا رسول الله. قال لبنه من ذهب ولبنه من فضه. تخيلي لما الوان البيت يبقى الطوب ذهب وفضه، ميلاطها المسك، المونه مش اسمنت، مسك، ارقى انواع العطور، ريحه رهيبه. وحصباؤها اللؤلؤ. الجنينه اللي تحت فيها شويه زلط وحصى، هناك لؤلؤ بقى، مش الزلط اللي انتوا شايفينه بتقولوا الله الزلط شكله حلو. لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ. وبعدين تمسكي اللؤلؤه كده تقولي ده الزلط بتاع البيت، يعني على جنب كده. وسقفها عرش الرحمن. الله. ربنا شوفوا المنظر اللي ورانا، ما قالش على السماوات والارض عظيمه، لكن قال رب العرش العظيم. شكله ايه العرش ده؟ فيه مفاجآت في الجنة. هو انتوا شفتوا حاجة؟ انتوا فاكرين ان انتوا لفيتوا الدنيا؟ والله العظيم انتوا ما شفتوا حاجة. ده انتوا هتشوفوا. ده انتوا لسه ما شفتوش الملائكة، ده انتوا لسه ما شفتوش العرش. تخيل لما سقف بيتك يبقى عرش الرحمن. طب تعالى شوف الصورة الثالثة. انا بعمل ايه؟ انا بغرس في عقلك الباطن صور. كل المطلوب دعاء، ولما تقرا القرآن بعد كده وتعدي على الصور دي تركز فيها. الصورة الثالثة، الحب في الجنة. هو ربنا قال على ستات الدنيا كلمة عجيبة أوي: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يعني إيه عربا أترابا؟ ويعني إيه أنشأناهن إنشاء؟ هي بس حلاوة من أول وجديد. أنت مين؟ أنا مراتك، أنا مراتي بالحلاوة دي. وأنت مين؟ أنا جوزك، بس أنت ما كنتش بالجمال ده. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن، يعني إيه عربا أترابا؟ شديدة الأنوثة شديدة الجاذبية. لأن الحلاوة مش كل حاجة، فأنشأناهن جاب الحلاوة، وبعدين اتكلم على الأنوثة والجمال، وبعدين على الأنوثة والجاذبية، وبعدين قام أي الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا، مول، يذهبون إليه كل يوم جمعة، فيعود الرجل فتقول له امرأته: لقد ازددت جمالا على جمالك، فيقول لها: وأنت والله لقد ازددت جمالا على جمالك. بيحلووا كل أسبوع، ما في زهق. هما الاثنين لغاية فين؟ ما اعرفش.
لا نهائي. إن في الجنة سوقا من صور، مول تاني بقى غير المول الأولاني، بس كله مناظر طبيعية. أيما رجل وامرأته أعجبتهم صورة دخلوا فيها، شهر عسل، ويروحوا وياخد بقى عربية مش عارف بورش، العربية بورش دي جنة يا عم، أنت بتهزر ولا بتقول إيه؟ ويروحوا بقى ويعيشوا أيام يعني آه المول ده غير المول ده. التاني ده لازم برضو انت ومراتك ولا عادي يعني؟ والله يعني عادي ممكن اروح انا لوحدي يعني. شوف بص ممكن احنا لسه عندنا صورة جاية رهيبة جاي لك فيها، بس لسه في صورة رابعة. الصورة الرابعة بتقول ايه؟ الصورة الرابعة بتقول خالدين فيها. انتوا فاهمين خالدين فيها على فكرة ان احنا قاعدين في الجنة على طول، لا لسه في حتة تانية جوه خالدين فيها. خالدين في كل لذة من لذات الجنة. يعني ايه؟ ربنا بيقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كويس؟ وفي آية تانية ذلك الفوز العظيم. انت ما فزتش حاجة في حياتك زي كده. لما فريق بيكسب، خليني اخدك على قدك، لو فريق كسب بطولة كان نفسه فيها جدا جدا، الفرحة بتبقى قد ايه؟ رهيبة. بس لمدة قد ايه؟ وخلصنا. يعني فاكر مانشستر سيتي خد الشامبيونز ليج السنه دي لانهم نفسهم ياخدوها بقى لهم 5 سنين. شفت اللعيبه كلهم وقعوا على الارض بيعيطوا، فرحه خرافيه. بعديها بساعتين خد الدش بتاعه، راح لبس البيجامه وقعد في البيت انما فوز الجنه تفضل فرحان بلحظه الفوز طول ما انت موجود في الجنه كانها لسه حاصله الان، لانهم خالدين فيها. فاهم؟ فلحظه الفوز ما خلصتش. ما احنا فزنا وخلصنا ابدا. فتفضل فرحان باللحظة. طب والحب؟ فتفضل فرحان بالحب بيتصاعد. طب وقعدة الصحاب؟ فتفضل فرحان بالقعدة الصحاب بتتصاعد. طب ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ايه؟ طب افرض مليون لذة كله بيطلع مع بعضه خالدين فيها. عشان كده قام قايل لك ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. عشان كده قال لك خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لانه مش فاضي يبص لانه ما عندوش حاجه، مش فاضي يتدور يمين ولا شمال. ايه رايكم؟ وتعالاني هذه. لا، خالدين فيها دي بالطريقه اللي انا بقولها دي ما فيش حاجه. ما احنا خلاص شفناها. ما هو الناس بتقولك مش هنزهق، لا ما هي خالدين فيها. فقصه الحب انت وجوزك خالدين فيها، فمقابلة النبي خالدين فيها، فلمة العيلة والصحاب خالدين فيها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الصورة دي. طب لحظة الفوز بدخول الجنة خالدين فيها. فالخلود له زاويتين. الصورة السادسة صورة بترسمها انت بنفسك. ربنا قال لك بقى انت لون الصورة بتاعتك. لهم ما يشاءون فيها. انت بقى انت نفسك فيه؟ يلا اكسب انت الصورة. عشان يقول لك ايه؟ احلم زي ما انت عايز. ده اللي انا هديهولك من مواصفات الجنة، ان احلامك تتحقق. الديزاين بتاع الجنة ان اللي تحلم بيه يحصل. بيحبك ولا لا؟ ما كفايه اللي هو عامله لك لما يقول لك اعددت لعبادي الصالحين. ليه يقول لك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد؟ لكن لهم ما يشاءون فيها. ها بقى نفسك فيه؟ نفسي في لمة العيلة. تخيل بقى نجمع العيلة كلها وقاعدين على الأنهار ونعزم النبي صلى الله عليه وسلم ونعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووليد من بره رافع ايده وبيقول لي وانا اكون موجود. شوف الصورة وصلت لوليد ازاي. هو وليد بره الكادر بس رفع ايده. وفي ناس انا بقول لك دلوقتي، في ناس انا والنبي صلى الله عليه وسلم عازمين النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء وعاملين وهنشوي، وبعد كده هننزل الانهار. انا بقى لهم ما يشاءون فيها، وبعدين هننزل الانهار، وبعدين في الانهار كل واحد هياخد البود بتاعه، وبعدين في نوم يعني اليوم هيخلص. إيه والله يعني. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عايز تروق، عايز تنبسط، عايز يعني ايه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ يعني ما فيش شمس. طب ما بتنور من ايه؟ من نور الله. دايركت من نور الله. لا اله الا الله. نور الله. يعني الناس اللي معزومه دي هيمشوا بقى، يعني هيمشوا ولا هيفضلوا؟ نعم. يعني الناس اللي معزومه عندنا دي هيفضلوا يروحوا امتى؟ ما هو بيقول لك قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الناس مش فاهمه الحديث ده. كل ما تطلع في قلبي امنيه تطلع احنا في قلوبنا نفس الامنيه علشان ما نبقاش زعلانين.
فكلهم عايزين يسيبوك عشان يخرجوا، او انت عندك الامنيه دي، فما يحصلش تشويش ان احنا تعارضنا. ده بيبقى 5 صحاب طالعين يتفسحوا مع بعض بيتخانقوا هناكل فين. لا، ما يحصلش ده في الجنه. قلوبهم قلب واحد. شوف انت فتحت لي حته رهيبه. قلوبهم قلب واحد لهم ما يشاءون فيها. نفسك في ايه؟ نفسي اخد مراتي ونطلع فسحه نلف الجنه زي ما كنا نفسنا نلف العالم وما عرفناش. يلا بقى تلفوا عرضها السماوات والارض. هتاخد مين معاك في الرحله دي؟ هتروحوا بايه؟ هتسافروا بايه؟ لهم ما يشاءون فيه. هاخد حضرتك والرسول ان شاء الله. يا حبيبي يا محمود. الصوره اللي بعديها الاخيره، الطموح في الجنه. يعني ايه الطموح في الجنه؟ وفي طموح طبعا. يا رسول الله، أفي الجنة زرع؟ أنا راجل بحب أزرع. يا عم ما الجنة مليانة زرع. قال نعم، تزرع وتحصد في يوم واحد. يا رسول الله، لم أرزق بالولد، أفي الجنة ولد يا رسول الله؟ قال نعم، تحملين وتضعين في يوم واحد. يا رسول الله، إني أحب الإبل، أفي الجنة إبل؟ قال لك بالناقة التي أخرجتها في سبيل الله 70 ناقة في الجنة كما تشاء. يعني إيه؟ نفسك في إيه؟ أنا نفسي أعمل دورات كورة. ما هو لهم ما يشاءون فيها، تعمل اللي أنت عايزه. الله، أنا نفسي أخد حصاني عمر أخوك ومش عارف وأعمل إيه في الجنة. لا، أنا نفسي أطير. أنا نفسي أعمل معرض رسمي لأني بحب أرسم وأعزم أهل الجنة يتفرجوا عليه. لهم ما يشاءون فيها. طموحك في الجنة، أنت طموحك إيه؟ نفسك تعملي إيه في الجنة؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن اطلع افكار جديده في الجنه لطموحات انا ما كنتش مفكر فيها؟ طبعا. ممكن يبقى صوتي حلو مثلا. ممكن يبقى، تخيلي عليه يبقى صوتك حلو. تخيلوا. وعاصم يبطل غلاسه، يبطل يعني يبقى انتوا يعني اختبنا، بس هو قاعد بيسمعنا يعني ومش قادر يفتح بقه يعني. لهم ما يشاء. ايه الصور دي؟ انا حكيت 7 صور. ممكن لو سمحت تلقط لك صورة أو 2 وتمسك فيهم. ممكن بعد كده لما تيجي تقرأ في القرآن قصص الجنة ومعاني الجنة تقعد تتأملها، مش مجرد بتعدي وانت مش عايز تشغل الصورة الذهنية. امال ازاي عقلك يشوفها؟ دي كانت قاعدة النهاردة للجنة والأحلامك في الدنيا. ثبت صورة، كررها. أكررها ازاي؟ ادعي بيها أو اكتبها أو احكي عنها. هتبص تلاقي عقلك هو اللي بيزقك اوتوماتيكلي. طلع احسن ما عندك. انت اللي هتجيب الاحسان لوحدك، علشان الصورة عقلك مش قادر يقبل انها مش على ارض الواقع. يعني انا كده ممكن ادخل الجنة بالطريقة دي، صورة تدعي بيها في ال10 الأواخر، تلاقي نفسك بعد رمضان رايح عليها. اللهم اكتبنا الليلة من اهل الجنة. آمين. اللهم اكتبنا الليل من أهل الجنة. آمين. اللهم اكتبنا الليل من أهل الجنة. آمين. يا رب نقسم عليك، نقسم عليك، أرنا الجنة رأي العين، اجعلنا من أهل الجنة الليلة. يا رب، يا رب نكتب الليلة دي من أهل الجنة. يا رب رفقاء النبي في الجنة. يا رب رفقاء السيدة خديجة في الجنة. يا رب رفقاء أصحاب النبي في الجنة. يا رب ارزقنا الإحسان في ال10 الأواخر، فإنك تقول مهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اجعلنا احنا يا رب، اجعلنا في ال10 الأواخر نعبدك كأننا نراك بإحساس عميق، فننال درجة الإحسان في ال10 الأواخر، فنكتب رفقاء النبي وأصحابه في الجنة. يا رب اكتبنا من عبادك المحسنين. نادنا يوم القيامة إنه من عبادك المحسنين. يا رب تقبل منا، يا رب تقبل منا، يا رب ارزقنا الإحسان. يا رب اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، وأبونا وأمنا وأهالينا وأولادنا وأحبابنا. يا رب نعتق الليلة من النار ونكتب من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب املأ قلوبنا بحب الجنة. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك. يا رب شكرا، أكرمتنا قوي يا رب، أكرمتنا يا رب، أعطتنا الجنة وأعطتنا ليلة القدر. اللهم لك الحمد. نشهدك إن احنا بنحبك يا رب العالمين، فاقبلنا وارض عنا. اللهم اكتبنا في من قلت فيهم يحبهم ويحبونه. يا رب اكتبنا بالكلمة دي في ال10 الأواخر يا رب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في معنى حلو قوي انا بحبه في ايام القدر واحب استشعره جدا، وبالذات انه له علاقه بفكره محبه الله، واحنا جوه منزله المحبه وما زلنا بنحكي عن محبه الله لعباده. فكره الاصطفاء ده محبه جدا، وانا يعني انا بحب الفكره دي قوي، ان الله تبارك وتعالى يصطفي من يشاء.
فلما تبص كده وتستعرض، اصطفى من البشر الأنبياء، وبعدين رجع اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم من الرسل. وبعدين اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسماه المصطفى، واصطفى ليه أمته وقال لهم هو اجتباكم، اختاركم. اصطفى من الأنبياء موسى عليه السلام وقال له وأنا اصطفيتك، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفى السيدة مريم وقال لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، اصطفاء أولاني ثم مزيد من النضج فاصطفاء تاني. اصطفى من البشر أهل القرآن وقال عليهم أهل الله وخاصته. اصطفى مش بس من البشر، اصطفى من الجبال عرفة، اصطفى من البلاد مكة، اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم المدينة، اصطفى من الملائكة جبريل، اصطفى من الأيام يوم عرفة، اصطفى من الشهور رمضان، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى لها من يحضرها. ولا يصطفي أحد إلا لصفة أو خصلة خير فيه أحبه فيها فاصطفاه. فهي جاية من المحبة. عارفين لما تكون بتعرض نفسك على حد تقول له أنا اختارني أنا. عارفين القائد في المعركة وكل جندي بيقول له أنا اختارني أنا. دي ليلة اصطفاء. أنا اصطفيني أنا. روح له بحاجة عشان يصطفيك، روح له بصفة حلوة عشان يختارك، عشان يصطفيك، لأنها ليلة غير عادية. لما تسمع آيات سورة القدر تدرك عظمة الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت بالقدر لأن قدرها غالي جدا على الله. فلان له قدر عظيم، فمن اصطفاء لك في ليلة القدر يرفع قدرك بمقدار ما قدر ليلة القدر. فهي ليلة يترفع بيها قدرك أضعاف وأضعاف. أنت كنت فين وبقيت فين؟ يا عم أنت كان قدرك كده، وبعد ليلة القدر بقى قدرك في حتة تانية أوي أوي. قدرك زاد عند الله لأنك شهدت ليلة القدر، قدرك زاد عند الملائكة لأنك شهدت ليلة القدر، قدرك زاد في السماء لأنك شهدت. قدرك أنت كبرت أوي، أنت بقيت في حتة تانية خالص. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وإنا أنزلناه يبقى شرف الليلة من أجل القرآن، كلام الله تبارك وتعالى. وبالتالي فأحلى حاجة يحبها منك ربنا الصلاة بالقرآن في هذه الليلة، لأن شرف الليلة جاي من القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لو أنت عارف ربنا عامل لك إيه في ال6 ساعات دول. هم كم ساعة؟ من المغرب للفجر هيطلعوا كم كلهم؟ 10 ساعات، 8 ساعات، 11 ساعة. وانت هتركز فيهم قد ايه؟ 2 3 قدراتك كبشر معقولة 6 7 ساعات. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني إيه ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ سيعطيك في ليلة ما لا يعطيك في 1000 شهر. يعني إيه ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ سأقدر لك يا عبدي في هذه الساعات القليلة ما لا تحصل عليه في 1000 شهر. سأغرس في قلبك يا عبدي من معاني الإيمان، من تقواي، ما لو حصلت وجريت 1000 شهر لا تحصله. سأعطيك في ليلة ما لا أعطيك في عمرك كله. إيه ده؟ ما هو ده معنى ليلة القدر غير من سأستجيب لك دعوة في هذه الساعة لو دعوت 1000 شهر ما كانت لتتحقق لولا دعائك في هذه الساعة. سأكتب لك رزقا يا عبدي لو جريت 1000 شهر عشان تحصله مش هتعرف تحصله. سأكتبه لك في هذه الليلة. صدق اللحظات عنوان الليلة. لحظة صدق، 6 ساعات صدق تاخد فيها ما لا تأخذه في عمرك كله.
عمرك كله في كفة والليلة دي في كفة. يا نهار أبيض، دي ليلة مصيرية طبعا. أنت مصيرك يتحدد في هذه الليلة. دي ليلة تحديد المصير. أنت من أهل الجنة، أنت أعتقت من النار، أنت أعطيت ما لا تأخذه في 1000 شهر. مبروك. سأكتب لك من الحسنات يا عبدي ما لا تحصله في عمرك كله. هو ده معنى ليلة القدر، هو ده معنى كلمة خير من 1000 شهر، هو ده معنى كلمة خير في شهر. شايفها قليلة قد إيه؟ لكن أنا مالك الملك أعطي ما أشاء. صدق اللحظات بتاعتك سيعوضك عن كفاح السنين. سأجبر بخاطرك يا عبدي عن كفاح السنين ومشاق السنين. إيه ده؟ أنا ما كنتش فاهم ليلة القدر خير من 1000 شهر بالمعنى كده. ما هي معناها كده. أنا كنت فاكر بس إن أنا هاخد حسنات كتيرة بمقدار 1000 شهر. صح. ومين قال لك إن مش كل دول كمان؟ عبدي أنت بتحاول توقف الذنب ده بقالك 10 سنين. سأغرس في قلبك يا عبدي تقوى وتوبة ما لا تحصله في 20 سنة. سأفتح على قلبك بمعاني أغرسها في قلبك بما لا تحصله في عمرك كله. أنت شهدت ليلة القدر. ده ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أنا بس مش هكمل غير إن أنا واقف على المقطع ده. أيوة ليلة القدر. ممكن تقعد تحلم بالحكاية دي. ده أنت مش تمسك في الليلة، ده أنت منتهى التركيز ومنتهى الصفاء النفسي. كل المطلوب إيه؟ صدق اللحظات، صدق الإحساس. يعني إيه صدق الإحساس؟ يعني الإحسان. يعني تعبد الله كأنك تراه في هذه الليلة. تاخد 1000 شهر، تاخد ما لا تأخذه في 1000. لأنه ما قالكش ليلة القدر تساوي 1000 شهر. قال لك إيه؟ خير. طب خير بناء على إيه؟ يعني ممكن تبقى دبل عمري، ممكن تبقى دبل عمرك. ما هو 1000 شهر يعني 80 سنة. طب ممكن تبقى تريبل عمري، ممكن تبقى تريبل عمري. طب ممكن تبقى 10 أضعاف عمري، ممكن تبقى 10 أضعاف عمري. ليلة القدر خير. ما قالش قد 1000 شهر. طب الخيرية دي بقى بتتضاعف بناء على إيه؟ صدق قلبك، إحساسك. يعني على قد يا عاصم ما يكون في هذه الليلة تعبد الله كأنك، ما هو صدق الإحساس يعني الإحسان. تعبد الله كأنك تراه. على قد ما تجيب صدق الإحساس في هذه الليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يا ترى كم سنة خير من 1000 شهر؟ بس أكيد إنها أعلى من 1000 شهر. لمن شهد الليلة مستشعرا الإحساس. بس حس. وكأن كل الهدف اللي احنا قلناه في أول حلقة في برنامج رمضان تفعيل الإحساس. أن مديك حاجة قوية جدا 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 لتصعد بتفعيل الإحساس إلى أعلى درجة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. طبعا أنا عارف إن كله بيسأل على القاعدة دلوقتي. القاعدة: من عجيب حب الله لك أن يجعل صدق اللحظات تعويض عن كفاح السنين، فيعطيك في ليلة ما لا يعطيك في 1000 شهر. فاسعى في الحياة واغتنم اللحظات الحاسمة. دي لحظات حاسمة. احنا سعي في الحياة. طول ما احنا بنتحرك في الحياة بنسعى، بس في لحظات حاسمة. يعني هي الفكرة عايزة تقول ايه؟ انا مش قادر اتخيل يعني ايه يديني في ليلة. في ناس مش عارفة تتخيل يعني ايه يديني في ليلة اللي مخدوش في 1000 شهر. على فكرة في ناس عندها المشكلة دي، وعندها المشكلة دي وهي ناس متدينة، بس مش قادر عقله يستوعب ان انا 6 ساعات اخد فيهم اللي مخدوش في عمري كله. ازاي؟ لان في حاجة اسمها صدق اللحظات. صدق اللحظات دي تمنها غالي عند الله. تمنها قد ايه؟ خير من 1000 شهر. مش فاهم برضو انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان في حاجتين في الحياة. حاجة اسمها ديمومة السعي وكفاح السنين، وحاجة اسمها صدق اللحظات. دول حاجتين مختلفتين. في حاجة اسمها كفاح السنين، محتاج ديمومة، محتاجة شغل، محتاجة عرق، محتاج تنحت في الصخر، محتاج تخبط في الحياة. بس في ناس فاكرة ان الحياة كلها كده. بس ده في حاجة تانية اسمها ايه؟ اسمها صدق اللحظات. لحظات حاسمة في الحياة، اغتنمها لأنها ممكن تعوضك عن السنين اللي فاتت دي كلها. الناس بقى نوعين. ناس فاكرة إن كل المطلوب في الحياة كفاح السنين، وإن هو دون اللي بيعمل الناتج.
مش واخده بالها ان في حاجه اسمها لحظات حاسمه في الحياه، وعايزه مين اللي يصحصح وياخدها. وفي ناس تانية مش عايزه تشتغل وكسلانه ومستنيه وبتحلم باللحظات العظيمه اللي تعمل لها نقله وهي نايمه في بيتها. ده غلط وده غلط. اللي نايم في بيته في حاجه اسمها كفاح السنين ربنا حاططها، واللي منشن على ان بس كفاح السنين مغمي عينيه ان في حاجه اسمها اللحظات الحاسمه في الحياه. حد فاهم الفرق بين الاثنين؟ يا عم الدنيا مكونه من الاثنين دول، زي ما في كفاح سنين زي ما في لحظات حاسمه. مين اللي يجري ويمسكها؟ كفاح السنين. مين اللي يفضل عنده ديمومه سستينابيلتي محافظ؟ يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويفهمنا ان الاثنين مطلوبين، ويقوم لنا حديثين، واحد بيتكلم على كفاح السنين والتاني بيتكلم على اللحظات الحاسمة. كفاح السنين يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ما توقفش، على طول على طول على طول على طول. وبعدين يجي في حديث تاني ويقول لك ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فرص ألا فتعرضوا لها. لحظات حاسمة. إيه ده يا رسول الله، دي ولا دي؟ الاثنين. طب ومين الشاطر اللي يعرف يجمع بين الاثنين؟ شغال على كفاح السنين وعينه على اللحظات الحاسمة. احنا دلوقتي في اللحظات الحاسمة، احنا في فرصة عمر، فرصة عمر تعتق من النار وتكتب من أهل الجنة ويستجاب دعائك وتاخد حسنات أكثر من 1000 شهر في ليلة. فما يستعجبش عقلك، معقولة هو ربنا خلق الدنيا كده؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك الفكرة دي، كافح 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 وعينك على اللحظات. طب تعالوا نشوفها أكتر. عارفين حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ طيب تعالوا نفتكر السبعة. لو بصيت على السبعة، يعني يوم القيامة الناس كلها جاية في حر يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس والناس بتغرق في العرق بتاعها، وفي 7 أصناف واقفين في ظل عرش ربنا، مش في ظل شجرة، في ظل عرش ربنا. يا بختهم يا بختهم. طيب مين ال7 دول؟ هتفاجأ مفاجأة عجيبة جدا. 4 مقاعد من ال7 محجوزة لكفاح السنين و3 مقاعد من ال7 محجوزة للحظات الحاسمة. ايه ده؟ تعالوا نبص مع بعض على الحديث. اول مرة تسمع دي، عشان كده مزاق يعني محمود منبسط لان هو يعني معاشرني في كل اللي انا بقول. بص على المقاعد بتاعت كفاح السنين. امام عادل. عايزة ديمومة ولا مش عايزة ديمومة؟ ديمومة. عايزة شغال. شاب نشأ في طاعة الله. ديمومة ولا مش ديمومة؟ شغال. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ديمومة ولا مش ديمومة؟ ديمومة. يا سلام. 4 شاب رجل قلبه معلق بالمساجد. ديمومة ولا مش ديمومة؟ ادي الاعمال، ادي ال4 مقاعد بتاعت الاعمال الدائمة. تعال نبص على ال3 مقاعد بتاعت اللحظات الحاسمة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. بتحصل كل يوم دي؟ مرة في العمر. اتقى الله مرة في موقف، لحظة حاسمة، بقى في ظل عرش الرحمن. ايه ده؟ بس ده موقف، بقى في ظل عرش الرحمن. ها الثانية، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. عملها مرة خدها. الثالثة، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه ده يا رسول الله؟ انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لكم ان الحياة فيها النوعين، وان ثواب ربنا فيه النوعين، وان ربنا بيعطي النوعين، وان اللي اشتغلوا كفاح السنين وبيعبدوا ربنا من السنة اللي فاتت للنهاردة عندهم فرصة. اوعى تقول طب ما يعني ما انا بصلي، ما هي ليلة زي كل ليلة، اصل الناس كلها رايحة لربنا النهاردة، انا مع ربنا طول السنة. دي فرصة، موت نفسك، دي ليلة مش هتتعوض. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، هدايا، فرص، ألا فتعرضوا لها، ارمي نفسك فيها. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ها في كده وفي كده. كأن النبي مش بس بيعلمنا ده عشان ليلة القدر. الدنيا كده يا ولاد، الدنيا كفاح في شغلك كتير وتيجي لحظة توديك في سكة تانية خالص. تبقى ماشي عادي عادي، موظف عادي 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 عادي، وفيه يوم يجي في حياتك تغتنم فرصة في حتة تانية. بس لازم ابقى جاهز. بس لازم تبقى جاهز. وبالتالي
ليلة القدر من أنهي نوع؟ ليلة القدر من النوع يعني أنا ممكن الليلة دي أروح لربنا بقلبي صافي وأنا ما كنتش كويس قوي يعني، ويقبلني يديني كل ده. طبعا الناس اللي بيشوفونا روح لو بيحبك هيعينك انك تروح تعبده النهارده حتى لو كنت وحش. مش احنا قلنا الاصطفاء، مش ابتدينا في الاصطفاء؟ لو فيك صفة حلوة من جواك تعال ويرقيك وتبقى ليلة القدر تنقلك وتوديك، ويرتفع قدرك في الأرض وفي السماء، وتكتب في السماء باسم جديد وانت ما كنتش كويس قوي بس رحت له النهارده وعرفت ان انا مش هفوت اللحظات الحاسمة في الحياة. دي ليلة القدر. شفتوا الفكرة؟ تاني بصوا القاعدة. من عجيب حب الله لعباده أن جعل صدق اللحظات تعويض رباني. انت تعبتي قوي، انت كافحتي انت وامك في الحياة سنين طويلة. موعدي معاكم ليلة القدر، حديكي في الليلة دي اللي يعوضك عن ألم السنين. ودي من رحمته وحنانه ومن حبه لعباده. طب وليه ليلة القدر كده؟ بيحبك. انت تعبت، انت غالي عليا، انت شقيت. تعال خد في ليلة جبر خاطر 20 سنة. تعال خد في ليلة، مش هو بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ انت عمال بتجاهد الذنب ده بقالك 20 سنة. طب تعال اديك في يوم اللي يسكن قلبك عن الذنب ده 20 سنة. حلو قوي. من عجيب حب الله لعباده أن جعل صدق اللحظات تعويض رباني عن كفاح السنين، فيعطيك في ليلة ما لا يعطيك في عمرك، في 1000 شهر عمرك كله. يبقى تعمل ايه؟ تعمل الحاجتين، فاسعى في الحياة واغتنم اللحظات الحاسمة، لأنك لازم تكون جاهز. طب أنا ما كنتش جاهز السنة اللي فاتت، بس يمكن فيك حاجة حلوة جوه ربنا بيحبها فهيبلغك ليلة القدر. فاكرين الاصطفاء؟ عشان كده أنا ابتديت بالاصطفاء. في صفة حلوة، أيوة بس هو وحش، بس في صفة حلوة وربنا بيحبها فيه. هو أنت شايف قلبه؟ أنت إيش عرفك؟ ما يمكن الليلة دي يسبقك. هو عارف مين؟ هو حد عارف مين اللي هيروح لربنا بقلب صادق الليلة دي يعبد الله كأنه يراه؟ كله يروح، كله يسعى، كله يجري. ليلة الفرصة. عرفتوا ليه كل الناس بتبقى مستنية كل يوم بعد الفجر؟ أنا كل يوم بطلع في لايف بعد الفجر في 10 الأواخر، في الوتر من 10 الأواخر، هي ولا مش هي؟ يعني أنا طالع بكرة الفجر، هي ولا مش هي؟ هي ولا مش هي؟ أما تعلق القلوب بعطاء الله ده حاجة كبيرة قوي. وهو ربنا خباها عشان نشوف مع بعضينا. شوفوا أنتم متعلقين قد إيه بالفرصة. على فكرة في دليل تاني على اللي أنا بقوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000، هو قاعد في وسط الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عتاب، من القبر على الجنة. من القبر يعدي على يوم القيامة كده هو يعني، بس بيعدي من القبر على الجنة، من القبر على. فالصحابة قاعدين، فواحد من الصحابة قام رافع ايده: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. اسمه عكاشة بن محصن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. خدها جبهة. فقال رجل آخر: يا رسول الله ادعو الله أن أكون أنا أيضا منهم. قال: سبقك بها عكاش. بس عكاشة كان جاهز. عكاشة كان جاهز، بس لما جت الفرصة رفع ايده على طول، ضمن ان هو في 70. يعني انا ما اعرفش مين 70,000، بس اعرف ان سيدنا عكاشة بن محصن من 70,000. على فكرة حتى الحكاية دي في الدنيا. كاتب ألماني مغمور بس كاتب شاطر، كل ما ينزل رواية ما حدش يقراها، يروح معرض الكتاب في فرانكفورت وهو بيأمل ان روايته تنتشر، بس لما بيتعمل المعرض وبيستضيفوا الكتاب اللي الناس لما بتسمعهم بتشتري رواياتهم هو بيكونش منهم. فحضر الندوة الأساسية اللي حضر فيها كبار الروائيين والكتاب واستضيفوا، بس لاحظ ان في كرسي ناقص، اصل في روائي ما جاش. الست مديرة الندوة بتدور على الراجل والراجل مش موجود، قام طالع وقاعد على الكرسي. وابتدت الندوة وجاء عليه الدور، فالحقيقة قال: أنا مش فلان، تأذنوني أكمل؟ فالناس ضحكت. بس هو ما جاش،
أنا عايز أعرض روايتي. الرواية بقت البيست سيلر في ألمانيا، باع أعلى مبيعات بعد الندوة دي. يا لحظة خدها. السؤال الباقي، يا ترى الليلة دي ليلة القدر؟ لو كانت ليلة القدر جاهز؟ هتطلع أحلى ما عندك، هتعبده الليلة دي. ركز، انسى مشاكل، اوعى تخش في دوامة خناقة مع أي حد، مش وقته أبدا. اعبد قوي، اعبد قوي، روح له بحب، أصله هو بيحبك عشان كده اداك ليلة القدر. ليه يعني خير من 1000 شهر؟ ليه يا رب؟ ليه تعمل معانا كده؟ بيحبك. امال الجنة معمولة لمين؟ وبعدين انت تعبت قوي والدنيا صعبة، لازم أعوضك. سلسلت لك الشيطان في رمضان واديت لك ليلة القدر، يلا إلى فرصة الجنة. انت بيتك موجود في الجنة، فاضل بس تاخد ليلة القدر وتوصل ليه. الليلة ستعتق وتكتب من أهل الجنة. نوينا؟ يلا يا جماعة، همة. هعبدك يا رب الليلة دي بحب، هصلي أنا وعيلتي وبعدين هصلي لوحدي، بس أنا مش حافظ قرآن. همسك الموبايل بتاعي أو المصحف وأطلع الصور أو بقية الختمة بتاعتي وأقرأ منها وأحس بيك وأحس بحلاوة القرب منك. طب الستات أنا مش قادرة أصلي لأني عندي عذر، اسمعي قرآن، امسكي السبحة وسبحي، ادعي، احضري مع الناس وهي بتدعي وهي بتذكر ربنا وهي بتصلي، اسمعي قرآن. أنا مش هفوت الليلة دي. أنا على بابك هقعد أطرق لغاية أذان الفجر، وكل ما يقرب الفجر أتوسل أكتر، يا رب فضل 5 دقايق، يا رب استجيب دعائي، يا رب استجيب دعائي. ويخلص ويطلع الفجر، يا ترى يا رب. يلا نختم بدعاء، يلا ندعي. يلا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا رب من شيء بعد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بليلة القدر، اللهم لك الحمد بالعشر الأواخر من رمضان، اللهم لك الحمد إن احنا من عبادك، اللهم لك الحمد إن انت ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ الليل قلوبنا نورا ووجوهنا نورا وحياتنا نورا. اللهم آتنا نورا من نورك يا نور السماوات والأرض. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل الليل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم املأ قلوبنا بحب القرآن الليلة. اللهم لا ترد لنا دعوة، أجب دعاءنا. من كان مريضا فاشفه يا رب، من كان مريضا فاشفه، من كان مبتلا فعافه، من كان مريضا فاشفه، من كان يا ذا الجلال والإكرام مكروبا ففك كربه. اللهم اجعلها ليلة تعويض السنين، اللهم اجعلها ليلة جبر الخواطر، اللهم اجعلها ليلة تعطينا فيها ما لم تعطينا في عمرنا كله. يا رب اجعل ليلة القدر إن كانت الليلة مفتاح الجنة لنا. اللهم اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأولادنا وأحبابنا، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اكتبنا من عتقاء ليلة القدر. اللهم ارض عنا، املأ قلوبنا بحبك، أذقنا حلاوة الإيمان، املأ قلوبنا نورا وإيمانا ويقينا وتسليما ورضا وتوكلا ومحبة لك يا رب العالمين. أذقنا حلاوة الإيمان، املأ قلوبنا بحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها يا ذا الجلال والإكرام. اكتبنا عندك الليلة ولو ليلة واحدة من أحب عبادك إليك يا رب، ولو مرة في عمرنا نكتب من أحب عبادك إليك ومن أخلص عبادك لك ومن أتقى عبادك لك. اغرس في قلوبنا الليلة التقوى، اغرس في قلوبنا الإحسان، اجعلنا من عبادك المحسنين، اجعلنا نعبدك كأننا نراك فإنك
تحب المحسنين. اكتبنا ممن قلت فيهم وكذلك نجزي المحسنين. اكتبنا ممن تناديهم في يوم القيامة إنه من عبادنا المحسنين. اللهم أحيي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد. اللهم يا رب ارزقنا واغننا وابسط أرزقنا ووسع علينا وأجري علينا رزقا واسعا ومالا كثيرا. كثر أموالنا واهدي أولادنا يا رب. اهدي شبابنا وبناتنا، ارضى عنهم. ارزق بناتنا أزواج صالحين، ارزق شبابنا زوجات صالحات يا رب. وسع علينا. اللهم اجعلها ليلة الفتح يا رب. افتح علينا السنة دي ببركة ليلة القدر فتحا عظيما في حياتنا. اعتقنا الليلة. اللهم اكتبنا من عتقاء ليلة القدر، يطلع علينا الفجر وانت راضي عننا واحنا من أهل الجنة يا رب. استجب يا رب، استجب. آمين آمين آمين. وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفكرة اللي أنا جاي أقولها النهاردة فكرة كده جديدة ولطيفة بس مربوطة بالإحسان. فكرة إيه؟ احسن على قد ما تقدر في حياتك قبل ما تمشي. طلع الحلو اللي جواك. هتعيش كم سنة يعني؟ يا عم ما أنت كده عايش. طب ما تعيش حلو. فاهمين الفكرة؟ يعني أصل هي الناس ما بتحسنش ليه؟ الناس ما بتحسنش يعني كسل، أو الناس ما تستاهلش. طيب تعالى نمسك حاجة. الصلاة. أنت مش كده صليت؟ يعني أنت مش كده مش هو نفس الوقت. طب ليه بتصليها وحش؟ طب ما صليها حلو. ما هي ما هو نفس الوقت. طب ما صليها حلو. أنت مش كده هتقعد مع أمك وأبوك؟ طب ليه قاعد سرحان ومكلضم؟ طب ما هي ما هو نفس الوقت. يعني انت مش هتستقطع وقت. عارف طريقة التفكير دي؟ طب ما تخليها حلوة. ما هي انت مش هتقعد مع اولادك؟ طب ما تديهم حنان، ما شوية حب، ما شوية ابتسامة. ما خلاص ما انت قعدته. انا ساعات بعمل كامب للاطفال، ففي ولاد يا عيني مفتقدين العيله ومش يعني وزعلانين ومتضايقين، فانا بعمل معاهم حاجه بتغير. اطفال بيتغيروا 180 درجه. اقول لهم انتوا مش كده جيتوا؟ طب ما تنبسطوا. يعني طالما كده بقيت جوه الوقت، طب ما تعملوا حلو. وبالتالي طالما كده جيت جوه الدنيا، طب ما تعملها حلو. اعملها حلو. طلع الحلو، طلع احسن ما عندك مع الله في العبادة، لأنك كده هتعمل. مع الناس أخلاقا، لأنك كده هتقعد معهم. مع الحياة إتقانا وإبداعا، لأن كده هتروح الشغل. يا عم عيش حلو، عيش. طلع الحلو اللي جواك. أنت ليه حابس الحلو اللي جواك؟ أصل الناس ما تستاهلش، بس أنت تستاهل. يعني مش شايف إن أنا لو عملت كده أنت حارم نفسك من أحلى حاجة جواك، إنك تطلع الحلو اللي جواك. الإحسان ده رائع. طب إيه بقى الفكرة اللي أنت جاي تقولها النهاردة؟ جاي أقول لك طلع الحلو اللي جواك على قد ما تقدر، أحسن ما عندك طول ما أنت عايش، لأنك هتفضل فاكره يوم القيامة. يعني إيه هفضل فاكره؟ ذاكرة الدنيا. اسمع الفكرة دي جديدة. ذاكرة الدنيا حاضرة بشدة وبمنتهى العمق يوم القيامة وفي الجنة. يعني ايه؟ انت هتعيش في الدنيا كم سنة؟ يعني 80-90 سنة. ربنا يطول في عمرنا. طيب والجنة قد ايه؟ ويوم القيامة قد ايه؟ لا يوم القيامة 50,000 سنة. طب والجنة ما لا نهاية. شوف صغيرة قد ايه، لكن تخيل شفت الصغير ده عميق في ذاكرتك في الجنة، حاضر بشدة. ايه ده؟ وانا مش هندخل الجنة وننسى الدنيا؟ ابدا. هو احنا مش يوم القيامة خلاص نسينا الدنيا؟ ابدا. عميقة في داخلك، مغروسة جواك. الدنيا هي الريفرنس بتاعك وانت جاي للجنة. فاهم؟ انت جاي ومعاك الاكسبيرينس بتاعتك، معاك شهادة الخبرة. ما كانش ينفع نروح الجنة على طول، كان لازم الأول ناخد تجربة الدنيا، عشان هي دي المرجع، الريفرنس اللي جايين بيها، هي دي الاكسبيرينس اللي احنا جايين بيها. يعني انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك يا علي ان انت طول ما انت يوم القيامة والجنة انت فاكر الدنيا بتفاصيلها، وعمال تفكر في كل لحظة كنت فيها في الدنيا وأثرها ايه وعملت ايه وسوت ايه. أنا عارف إن إحنا ما كناش بنفكر كده، خلصت الدنيا ومشيت. معاك لأن هي دي شهادة الخبرة، لأن هي دي التجربة، لأن هي دي تاريخك،
لان دي اللي جابتك هنا، ما ينفعش تتشال من تاريخك. تعالوا بقى بعد الكلمتين دول، تعالوا بقى قصص 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 في الآخرة وفي يوم القيامة، ونشوف الدنيا حاضرة قد ايه. هما 2 واقفين، هو واقف قدام ربنا يوم القيامة. سورة ايه؟ سورة الصفات. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال أحدهم إني كان لي قرين، أنا كان لي واحد صاحبي قوي بس كان ملحد، يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هنقف ونتحاسب تاني؟ قال هل أنتم مطلعون؟ ربنا قال له فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. على طول قام راجع للريفرنس بتاعه، بدأ يفتكر الأيام، أنت كنت هتضيعني هناك. قام راجع على طول على الدنيا. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن إن هذا لهو الفوز العظيم. وبعدين قامت الآية إيه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. أم واخدك تاني مرجعك للدنيا، يا ناس اللي في الدنيا خلي بالكوا علشان الموقف ده هيحصل يوم القيامة. أدي أول موقف. تعال شوف الموقف الثاني. سأل موسى ربه يا رب من أدنى أهل الجنة منزلة، مين أقل واحد في الجنة منزلة؟ فقال له الله يا موسى ذلك آخر رجل يخرج من النار. ميك سنس، يعني منطقي، يعني ما هو آخر واحد داخل الجنة هو. قال ذلك آخر رجل يخرج من النار، يخرج من النار حبوا يخرج منها فينظر إليها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك. ده أوحش واحد مش كده؟ فيقول له الله اذهب فادخل جنتي يا عبدي، فيذهب فينظر إليها فيخيل إليه أنها ملأى. الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، يخيل إليه أنها ملأى، فيعود ويقول يا ربي وجدتها ملأى. فيقول له الله أترضى أن يكون لك، واللي جاي أم عامل له للريفرنس مفكره بالإيه؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك فلان من ملوك الدنيا. فاهم؟ يبقى ما تنسيتش، هي معاه، هي حاضرة معاه. انت بتقول لي الكلام ده عشان ايه؟ الدنيا حاضرة معاك، طلع الحلو اللي جواك، طلع الحلو اللي جواك علشان كله ساعتها الله طلع احسن ما عندك، لان هتكون المفاجأة سعيدة جدا جدا جدا. فقال أترضى أن يكون لك مثل، فقال أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ قال لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا. فيبدأ يسرح بدماغه مين كان أعظم ملك في تاريخه. إيه ده الدنيا جاية معانا، ده احنا واخدينها معانا واحنا رايحين. فيقول له الله أما ترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 5 مرات. فيقول رضيت يا رب، كفاية كده، لأنه بيحيل نفسه. التاني كان عنده إيه؟ ما هو لسه ما دخلش. فيقول له الله لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا و10 أمثال. ده مين؟ ده له. أنا بس بحكي الحكاية دي مش عشان الموضوع ده، علشان فكرة إيه ده أنا مش جاي، ده الدنيا معاك، عشان كده طلع الحلو اللي جه. يعني أنا بقول لك الدنيا معاك، طب يعني بتقول لي الكلام ده عشان إيه؟ يا عم الدنيا جايه معاك، كل ما طلعت الحلو هتنبسط اكتر وهتبقى الذاكره جميله. عارف اللي جاي بذكريات مؤلمه وذكريات ممتعه، يا عم روح بذكريات ممتعه. عارف لما تقعد تقلب الصور وتقول الله الله أن كانت ذكريات حلوه بشكل، يا عم كتر الذكريات الحلوه، لان انت جاي والذكرى مليانه في دماغك، انت مش هتنسى الدنيا، انت واخدها معاك ورايح هناك وحاضره في ذهنك قوي. طلع الحلو، والله العظيم طلع الحلو، والله كده هتنبسط. فقال موسى يا رب أذلك أدناه منزلة؟ زي ما انت قلت، فمن أعلاه منزلة؟ قال يا موسى أولئك الذين أردت زرعت كرامتهم بيدي. كرامتهم يعني سعادتهم، أنا مسؤول عن سعادتهم. خلي الذاكرة حلوة، حلي الذاكرة. تخيلي ان انت دلوقتي بتعملي ألبوم الذكريات بإحسانك. إحسانك هو ألبوم ذكرياتك في الجنة. حلو الشعار ده، إحسانك هو ألبوم ذكرياتك في الجنة. يا عم طلع الحلو، يا عم ابتسم يا أخي، يا عم طبطب على الناس، يا عم قول كلمة حلوة، بلاش الدبش اللي بيطلع من بقك ده.
يا عم طبطب على الناس. الناس كلها بصت لي، مش فاهم في ايه، كله بص لي. انت كمان. يا عم صلي ركعتين حلوين، يا عم ما انت كده كده هتصلي الظهر صليه حلو، ما انت كده كده صليت العشاء، يا عم صليها حلو، حلي الالبوم بتاع الذكريات. طب شوف الصورة اللي بعد كده. ربنا بيورينا اتنين جايين يوم القيامة، وفجأة كل واحد ماسك كتابه. يعني ايه ماسك كتابه؟ يعني ايه تعرض الكتب وليه؟ مش في يوم القيامة ميزان؟ طب ما خلاص، من الميزان كافة حسنات وسيئات. مش في صراط؟ ليه موضوع الكتب؟ الملف بتاعك الفايل بتاعك، التاريخ ده تاريخك على اسمك. يا نهار ابيض، تطاير الكتب. فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشماله. هو ايه الموضوع؟ الموضوع كده. يا نهار ابيض. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. ده خطي. تخيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. تخيل يعني ايه ولا صغيرة ولا كبيرة. ومش ظاهر وبس، الظاهر والباطن. خليك حلو من جوه قبل ما تبقى حلو من بره. خليك حلو من جوه عشان كله مكشوف يوم القيامة. انت جاي يوم القيامة معاك شريط كامل، شريط كده عليه كلك على بعضك، من ظاهرك بس، ظاهرك وباطنك. يا عم خليك حلو، يا عم قلل الغل والحقد والحسد. على فكرة برنامج الفهم عن الله هو تلخيص الحلقة دي. ما احنا طول البرنامج افهم عن الله، طلع الحلو. يا عم طلع الحلو اللي جواك، طلع اجمل، طلع الروح الحلوه دي. اديت لك حته حلوه، عمالين يخبطوا فيك ويبصوا لك طول الحلقه. طلع زكريا دي نصيحة بقطعك، يا دكتور، نصيحة. واللي بره بيبصوا عليك. والله مش فاهم. الله يكبر بخاطرك والله. طلع خلي اللي جوه حلو عشان اللي بره يبقى حلو. والله يا جماعه حلقه النهارده بتقول لك عيش باحسان. عيش باحسان عشان الذكريات تبقى حلوه. وبص بقى الايه، اما الايه دي انا بحبها بشكل. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه. انا ها دي كنت علي في اولى ثانوي، وبحضر درس لشيخ في مسجد مصطفى محمود. كنت ولد لسه صغير، والله انا ما زلت فاكر ايده وهو بيعمل بايده كده. ها يعني ايه ها يا ناس، يا هو تعالوا اقروا كتابي. بصي يا ماما، بصي مكتوب هنا ايه. مش ده انا يوم ما حضنتك. ده الذاكره حاضره جدا. ايه بصي عليه مش ده يوم ما قمت لي من على الكرسي قلت لي اتفضل انت اقعد يا بابا. ايه ده؟ دي طبعا عمرك ما. لا عملها، لسه عاملها والله العظيم، والله لسه عاملها دلوقتي. والله انا افتكرتها دلوقتي عشان لسه على الاكل النهارده عملها معايا. ايه ده؟ بص يعني اهو ده صبري على عاصم. اهي مكتوبه، اهي مكتوبه. وحبيبه بتقول لي وهيبقى في كتابي انا كده. اقرأوا كتابي. بصوا اهو الركعتين اهم. ايه ده؟ ايه اقرأوا كتابي. يقعد يلف على اصحابه وعيلته. بصوا مكتوب ايه. لا بصوا الصفحه دي، تخيلوا اهي موجوده اهي. ده انا كنت فاكر محدش شايفها. اهي مكتوبه اهي. اولا تخيل حبك لربنا يوميها. الحلقه دي احنا لسه في منزله الحب لله. يعني الحلقه دي بتخبط في حاجتين. انت متخيل؟ انت اصلا في حاجات نسيتها في الدنيا هتفتكرها يوميها، الا الذنوب هتنساها لو انت من اهل الجنه. مسحت. ما هي ليله القدر اسم الله العفو. مسح. تنساها يوم القيامه ما حصلش. والناس نسيتها والملائكه نسيتها، وربنا مش هيعاتبك عليها. احنا دخلنا الجنه خلاص. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لي ان ذاكرتي في الجنه هي بس الاحسان فقط؟ ليه الكتاب فاضي؟ ليه؟ ما هو بقى هيتمسح حاجات وحشه كتير. طب ما كان يتملي احسان. ليجزيهم احسن الذي كانوا يعملون. طالما حاولت تحسن يرفع لك الافرج بتاع حسناتك التانية كلها لاعلى درجه انت احسنت فيها. لو بديت احسان يلا كله في نفس الافرج. فايه احسن مره عبدت ربنا فيها؟ رمضان 2024 العشر الاواخر. كل رمضانات تاخد ثواب رمضان 2024. فتبص تلاقي طلع الحلو اللي جواك. انعش الذاكره يوم القيامه.
افرح يوم القيامة بالذكريات الحلوة، افرح في الجنة بأحلى الذكريات. هاؤم اقرأوا كتابي. والعياذ بالله الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. لأنه فاكر في إيه؟ لأن الذاكرة حاضرة. ذاكرتك في الجنة حاضرة جدا. ده كل اللي حصل في الدنيا، انت مش هتنسى الدنيا. انت جاي يوم القيامة وفاكر الدنيا بشكل قوي جدا جدا جدا. طب شوفوا القصة اللي بعدها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دول مين؟ دول أهل الجنة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أنا كنت دايما بدعي البابا أنه يكتب من أهل الجنة. أنا كنت مشفق على أخويا قوي، خايف عليه من الذنب الفلاني، خايف عليه من الصحبة الوحشة. إيه ده؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كنت دايما بجمع العيلة عشان نعبد ربنا في الليالي دي من شفقتي عليهم. كنت بجمع ولادي وحاول أقربهم من ربنا من شفقتي عليهم. إيه يا جماعة، دي حضرة قوي. ده أنت فاكر كمان الأحاسيس، ده أنت فاكر الأحاسيس الحلوة. كان إحسان دي للأهل بقى، دي حتة للأهل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقانا كلنا. إنا كنا من قبل ندعوه. يا ما دعيت لماما، يا ما دعيت لأخويا فلان. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أول مرة تيجي اسم البر مع العيلة. اسم الله البر يجي هنا. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يوم ربنا يعمل معهم إيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. دايما الباء في اللغة العربية للطبيعية، يعني مش مؤمنين قوي يعني، بس هي الجنة ازاي من غير لمة العيلة؟ عشان دي ذاكرة الدنيا. ما هي الذاكرة كده فيها، وهو يستحق، هو فوق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أحد العلماء يقول لك دي أكتر آية فيها رجاء في القرآن. ألحقنا بهم ذريتهم. الله. عمتك اللي ما كانتش عاجباك دي وكنت دايما مش مبسوط منها، هي اللي هتجمعك في الجنة وهي اللي هتعليك فوق. ألحقنا بهم ذريتهم. كنت بتتخانق مع ماما كتير مش كده؟ طب هي دلوقتي اللي هتشدك فوق. ألحقنا بهم ذريتهم. جدك اللي انت ما شفتوش كان بيدعي لأحفاده قبل ما يموتوا، ما شافكش. ألحقنا بهم ذريتهم. يا ربنا حنين قوي. شفتوا هي كل ده في منزلة الايه؟ منزلة الحب. ايه ده طلع ان ذاكرة الدنيا تبقى موجودة في الجنة، ده من حب الله لنا. تعالوا فرحكم باللي انتوا عملتوه. عارف لو نسانا الدنيا ما فرحناش باللي احنا عملناه. تعالوا فرحكم، مش هنسيها لكم، هتبقى موجودة دي جزء من الخبرة بتاعتك. كان لازم فعلا ننزل الدنيا، ما كانش ينفع ندخل الجنة على طول. كان لازم نيجي الدنيا الأول. ما ناخد التاريخ بتاعنا ازاي معانا؟ ما نجمع الذكريات الحلوة ازاي؟ الإحسان يا جماعة، الإحسان يا جماعة. طلعوا الحلو يا جماعة. عيش بإحسان. انوي أنا عايز أعيش بإحسان. يا رب أنا هكمل، مش مسألة إن أنا خدت ثواب ليلة القدر ومروح. أنا هاخد أحلى ما عندي. أنا عايز ذكريات حلوة في الآخرة. عايز ذكريات حلوة في الجنة. فتخيل بقى العيلة كلها تطلع لدرجة إيه ده؟ بس جدك عايز ابنه اللي هو جدك، بس جدك في منزلة أعلى. إيه العيلة دي؟ إيه العيلة الجامدة دي اللي عمالة تطلع لفوق دي؟ فهمت الآية. ذرية بعضها من بعض، عمالة تشد بعضها. رائع القرآن. نفسك في إيه بقى في الآخر؟ الله. طب سؤال بقى، طالما جبت بقى حكاية الناس اللي بتاخد بعضها، طب والصحاب يشدوا بعض لفوق؟ طبعا. طب وجبتها منين؟ جبتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من آخى أخا في الله رفعه الله درجة في الجنة لا ينالها بشيء من عمله. ما عملش حسنات تطلعه غير ان ده صاحبه. فتخيل انتوا كشباب كده وسفراء الإحسان، شوفوا عددكم كام، 200-300 واحد. ففي ناس بقى ايه درجاتها أعلى من درجات، فعمالين ياخدوا بعض لفوق. فده يطلع بس في لسه واحد فوق، فياخد دول، فدول لهم صحاب دول فياخدوا. الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ زمرة، يعني مجموعات. طب وليه زمرة؟ طب ما كل واحد يروح لوحده؟ لا، ما هو عشان ذاكرة الدنيا. ما هو عشان كانوا صحاب في الدنيا.
فاللي مالوش اصحاب كويسين انا بقى داخل الجنه، انت رايح فين؟ الملائكه انت رايح فين؟ انا داخل الجنه. فين صحابك؟ صحابي في النار. رايح فين لوحدك؟ لا، زمره. فعلي انت واصحابك، فانت حريص، كنت مشفق على اصحابك فبتاخد بايديهم. عشان كده لو بتحب حد خد بايده لربنا عشان تدخلوا زمره. الله. طب والناس اللي احسنت في الدنيا زمرتها ايه؟ زمرتها الصحابه، زمرتها سيدنا ابو بكر وعمر، لان ربنا بيقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. السيده خديجه بقى والعشره المبشرين بالجنه وخالد بن الوليد وسيدنا بلال وعمر بن الخطاب والسابقون، سوره التوبه، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وادخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يجوا مع بعض. الله. بس انا أهلي في درجة تانية وأنا كنت من المحسنين، فأنا جيت مع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يجوا معاك، ألحقنا بهم ذرية، فتبقى منيت على أهلك بالفردوس الأعلى. حلوة الفكرة. حلوة فكرة ذاكرة الدنيا. حليها بقى بالله عليك يا جماعة اللي بتشوفونا، مش مسألة خدت ليلة القدر وروحت وخلص رمضان ومع السلامة ورجعت زي ما كنت. حليها. طلع الحلو. حلي ذاكرتك في الجنة، حلي ذاكرتك في الآخرة. اقف يوم القيامة فرحان، اقروا كتابي اهو، افرحوا بكتابي انا فرحان. اقروا بصوا كتابي. اللي انا قلته لكم دول 6 صور، لولا وقت الحلقة عندي 20-30 صورة. جبتهم منين؟ كل واحد فيكم يرجع يقرأ القرآن هيلاقي صور لا نهائية لانعكاسات الدنيا على الجنة. جميلة الفكرة؟ أنا فرحان بالفكرة دي ليه؟ أنا طلعتها فجأة. أنا مرة قاعد إيه ده؟ بقرأ القرآن، إيه الآية دي؟ الله، طب إيه الآية دي؟ طب إيه الآية دي؟ أيوة هي دي ذاكرة الدنيا حاضرة معاك يوم القيامة. القاعدة آخر حاجة، أحسن في كل لحظة في حياتك فإن ذاكرة الدنيا حاضرة جدا، قوية جدا في آخرتك وفي جنتك. حلقة النهاردة ما زلنا في منزلة محبة الله عز وجل. حنين جدا. حلقة النهاردة على حنان الله سبحانه وتعالى. حنين قوي، يعني غفر لك كل اللي فات وأعتقك من النار. يعني واحدة على الماضي وواحدة على المستقبل، لأن غفر لك كل اللي فات مش معناها أنك ممكن ما تغلطش في المستقبل، أما أمن لك كمان المستقبل، قال لك العتق من النار. فاللي فات اتمسح بكبايره والمستقبل مضمون، لأنه لو أعتقك مش ممكن الله سبحانه وتعالى يدخلك النار تاني. هتقولي طب وافرض غلطت بعد رمضان؟ ما هو طبعا وارد تغلط بعد رمضان، لكنه لانه اعتقك ليله 25 رمضان ان شاء الله تغلط بعد رمضان، لان احنا بشر. لكن يفضل خيرك غالب شرك، وتفضل طاعتك غالبه معصيتك، ويفضل الغالب عليك انك نقي، وان انت يا على المعنى الحلو قوي. جميل المعنى دون، إن أنت في ليلة القدر خدت حاجتين، واحدة للماضي اتغفر كل اللي فات، وواحدة للمستقبل اعتقت من النار. الجائزة الثالثة من جوائز ليلة القدر إجابة الدعاء. هذه ليلة إجابة. دعاء ليلة القدر أبدا لا يرد، مستجاب بإذن الله، واطمئن. ولو لقيت نفسك بتدعي يا بختك. ديا الثالثة. الرابعة والأخيرة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. سيعطيك في هذه الليلة ما لم يعطيك في عمرك كله. أنا النهاردة جاي أتكلم عن إيه؟ عن محبة الله. إيه في محبة الله؟ حنانه علينا. هو في حنان أكتر من كده؟ أنت تعبتي كتير، أنت قسيتي كتير، تعالي أديكي في ليلة اللي ما خدتيهوش في العمر كله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تعالي أكبر بخاطرك جبر لا تتخيلي. كنت تتمني أكبر بخاطرك إن أنا أديكي أكتر من 1000 شهر؟ ما كنت تحلمي بكده. عطائي لكم اليوم لن يعطيه لكم أحد من البشر. أنا أحن عليكم من أبائكم وأمهاتكم. محدش كان حنين عليكي قدي. عطاء الليلة دي عطاء 1000 شهر، تعويض عن آلام السنين وجروح السنين. انت حصلت لك مصيبة السنة اللي فاتت، مين قال لك إن أنا سبتها لك؟ مين قال لك إن أنا سبتك لوحدك؟ أنا هخليكي تشهدي ليلة القدر وانت ما كنتيش جاهزة ليها، بس عشان الألم اللي حصل هتاخدي ليلة القدر. لازم أعوضك. أنا أحن عليك من أبوك وأمك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل ولدها والدنيا حر فبتحاول تغطي عليه من الحر، قال أرأيتم هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أحن عليكم من هذه الأم الشفيقة بولدها.
هو أحن عليكم من الست دي بابنها. انت فاكرة ان انت أحن حد على ابنك؟ ربه أحن، لأن انت في الآخر ولدتيه، مش عايز أقول حيالله ولدتيه، لكن هو خلقه وخلقك. والخلق أقوى وأكثر حنانا الخالق على عباده من الأم على ابنها. منطقي على فكرة، سبحانه وتعالى حنون علينا. جوائز ليلة القدر 4 كلها من حنان الله وعطف الله وتعويض الله. يغفر له ما سبق من الذنوب، يعتق من النار، يستجاب دعاؤه، يعطى في ليلة ما لا يعطى في 1000 شهر. حنان وعطف. يعطى في ليلة حسنات، حسناتك السنة كلها كوم، وحسنات الليلة دي كوم. فانت كانت كفة حسناتك طلع نزلة طلع نزلة، شوية حسنات يعني عمال يعمل شوية كويس وشوية وحش. فجاءت ليلة القدر فعبد الله في ليلة القدر، فاتحط في كفة حسناته 1000 شهر حسنات أو يزيد حسب إحساسه في هذه الليلة. فكفة الحسنات رجحت ورجحت ورجحت بما يزيد عن 1000 شهر. هيعمل إيه بعد كده؟ ما هو مش هيعمل فركعتين في الليلة دي كأن بقالك أكتر من 1000 شهر راكع ساجد بين يدي الله. دمعة العين في الليلة دي كأن بحر من الحسنات والدموع وضع في كفة الحسنات. الصدقة في الليلة دي كأن بقالك أكتر من 1000 شهر بتتصدق في سبيل الله. بوس إيدة أم في الليلة دي كأن بقالك أكتر من 1000 شهر بتبوس إيد أمك وبترضي أمك. دعاء في الليلة دي بخشوع كأن بقالك أكتر من 1000 شهر واقف بتدعي بين يدي الله. إجابة الدعاء في الليلة دي أكتر من دعائك في 1000 شهر. في حنان، في حب وحنان أكتر من كده. أدي الجوائز 4 في ليلة القدر. طب ننقل على حاجة تانية، 3 علامات تعرف بيها أن ربنا راضي عنك في ليلة القدر، تعرف بيها أن ربنا قبلك في العشرة الأواخر. العلامة الأولى، لو أطلق لسانك بالدعاء. الدعاء بيجري، تدعي تلاقي الدعاء ماشي مع لسانك. إيه ده؟ مش كده، مش سرحان، لا 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 لا، في حضور، في إحساس. ايه ده؟ إيه الاحساس اللي انا حاسه ده؟ انا بدعي من قلبي قوي. من علامات القبول ومن علامات ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يعطيك. العلامه الثانيه تعرف بيها ان ربنا سبحانه وتعالى قبلك في هذه الليله وراضي عنك في هذه الليله، اذا القى في قلبك معاني لها احاسيس قلبيه اول مره تتذوقها وتحسها. ايه اللي انا حاسه ده؟ ايه المعنى الجديد في الآية اللي أنا عمري ما فكرت فيه ده؟ ايه الإحساس بربنا ده؟ ايه الإحساس بالملائكة ده؟ ايه قلبي ايه؟ أنا يلقي في قلبك معاني وإشراقات وواردات وأنوار لم تتذوقها من قبل. أنا بحضر لرمضان اللي بعده في العشرة الأواخر من الفهم عن الله. ليه؟ لأن أنا عارف إن الوقت ده بتلقى فيه معاني. طب شوفوا احنا بنصور دلوقتي مش كده؟ مش ده رمضان 24؟ والله العظيم الكلام اللي انا بقوله دلوقتي والحلقتين اللي فاتوا انا محضره في رمضان اللي فات وما كنتش اعرفه قبل كده. ليه؟ لان انا حصل فهم عن الله. بيحصل في العشرة الاواخر اشراقات، يلقي الله فتوحات. ليه ما بتحضرش في العشرة الاواخر؟ اصل ده مش وقت تحضير يا ابني، افهم، ده وقت القاء الفتوحات على القلوب. طب اقول لكم اللي اكتر من كده، نص برنامج رمضان السنه دي متحضر في العشرة الاواخر. هو انت كنت فاضي؟ ده انت من دروس لصلاه التراويح مع عيلتك، لصلاه التهجد، للصيام، ليه بقيت افضي كل يوم ساعتين اقول فيه ده وقت اشراقات. لا، التحضير مهم. فبقالي 2 فهمت عن الله الفكره دي. من علامات يلقي في قلبك. العلامه الثالثه، يأتي بك إليه محبا للعبادة. عايز أعبدك. لو لقيتي نفسك عايزة تعبدي ربنا مبسوطة بالعبادة بيحبك. لو لقيت نفسك لسانك بيجري بالدعاء بيحبك. لو لقيت معاني بتلقى في قلبك عمرك ما حسيتها قبل كده بيحبك. 3 علامات. يبقى قلنا 4 جوائز في ليلة القدر، وقلنا 3 علامات للرضا والقبول من الله في ليلة القدر. لكن احنا اصلا بنتكلم عن ايه؟ عن حنان الله عز وجل، مش كده؟ اكتر حد حن عليك في الدنيا هو الله سبحانه وتعالى. مصدر الحنان في الكون هو رب العالمين. انت لم تذق حنان من احد من البشر الا وهو اللي بعته لك. ما حن عليك حد في الكون قد حنان ربنا عليك. ما طبطب، كل طبطبة حصلت في حياتك هي من الله.
كل حضن حصلت عليه في حياتك هو من الله. كل كلمة حلوة اتقالت لك في حياتك بسطتك هي من الله. لا يوجد حنان في الكون إلا من مصدر الحنان. الحنان في الكون من الله. أنت لم تتلقى حنان إلا عن طريق الله. أنت لم تتذوق حنان في الكون إلا من الله. لا حنان في الدنيا إلا من الله. من أسماء الله الحسنى الحنان المنان. وكان النبي إذا أحزنه أمر ظل يكرر يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. الله، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عارف يروح فين عارف يروح فين لمصدر الحنان. محدش حن عليكي في الدنيا أكتر من ربنا، ولا أمك وأبوكي. وأمك وأبوكي لما حنوا عليكي بأمر من الحنان المنان. فالحنان كله في الكون مصدره من واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. شوفوا الآية في سورة مريم، وحنانا من لدنا. إيه من لدنا دي؟ الحنان من لدنا. الحنان في الكون من لدن الله سبحانه وتعالى. ما فيش حنان في الكون إلا من لدن الله تبارك وتعالى. طب أنت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ هو الحنان المنان. روح له الليلة دي، روح له بقى، قول له حن علي. روح له بقى، اشكي له. انت طول السنة بتاخد الحنان من مصادر غير مباشرة، الليلة دي تاخد الحنان منه مباشرة. وإنما علّى توقعاتك في ليلة القدر منه عشان يقول لك بقى انت طول السنة عينك على الناس. أسقط الناس من توقعاتك وخلي على الله وحده التعلق به وحده. أنا علت لك التوقعات بثواب ليلة القدر حتى تتعلق به. لن يعطيك أحد مثل ما أعطيك. انسى الحلول الغير مباشرة، تعال إلى مصدر الحنان. وحنانا من لدنا. والعجيب أنها في سورة مريم، وحنانا من لدنا. يا حنان يا منان. حتى اسم الله الأعظم لازم فيه الحنان المنان. رأى النبي رجل يدعو فقال له أتدري بما دعوت؟ لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استرحم به رحم. هو الراجل كان بيقول إيه؟ اللهم إني أسألك. على فكرة الناس ممكن تحفظوا الدعاء ده الليالي اللي تدعي بها فيه. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بأن لك الحمد الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثم يطلب ما يشاء. دعاء باسم الله الأعظم، اكتبوه ورددوا. بس فيه الحنان المنان. ده أول اسمين ذكرهم في أسماء الله الحسنى. يا الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام الحي القيوم. الحنان المنان. الحنان من الله وحده. فاكر كم حد طبطب عليك؟ كلهم من الله. فاكر يا نهار أبيض كم حد احتضنك في حياتك؟ من الله. بس انت شكرت التانيين يعني ما رحتش الى الله. فاكر كم واحد خد بايدك؟ كم واحد جبر بخاطرك؟ من الله. يا جماعه مش هو ربنا سبحانه وتعالى اللي امرنا بجبر الخواطر؟ مش الكلمه العظيمه ما عبد الله باحب اليه من جبر الخواطر؟ مش النبي أحلى صفات النبي اللي الصحابة عرفوها عنده في مكة الصادق الأمين وفي المدينة جبر الخواطر؟ معقولة ربنا بيأمر بجبر الخواطر وهو ما يكونش الأعظم في جبر الخواطر؟ إزاي يعني يوصي عباده بجبر الخواطر إلا ويكون هو أكرم الأكرمين في جبر الخواطر؟ دي ليلة حنان. دي ليلة حنان. مش احنا قلنا ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ وعطاء الليلة دي على قد ألمك في السنين الماضية. يعني ايه؟ يعني احنا مش كلنا زي بعض في جبر خواطرنا من الله وحنانه علينا في هذه الليلة؟ لا. يعني ايه؟ إنما يكون جبر الخاطر على قدر الابتلاء. على قدر الابتلاء يكون جبر الخاطر. على قدر الألم يكون التكريم في هذه الليلة. على قدر المحن يكون المنح والعطاء في هذه الليلة. على قدر الوجع
يكون الفرحة في هذه الليلة، على قدر المعاناة يكون التعويض في هذه الليلة. يعني مش كلنا صف واحد، يتفاوت العطاء بمقدار الألم الذي تعرض له كل واحد. بيعامل كل واحد لوحده، كل واحد له حنان لوحده. حناني غير حنانك، وحنانها ايه الليلة دي؟ ايه ليلة القدر؟ لا مش كلكم زي بعضيكم، لا مش كلكم زي، هو عانى أكتر. إنما يكون على قدر الابتلاء يكون جبر الخاطر. وعشان كده كان أكتر ابتلاء تعرض ليه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، ضربوه بالحجارة، فكان التعويض على قدر الألم. رحلة الإسراء والمعراج شفت؟ على قدر الألم يكون التعويض، لأنه حنون. لا مش كله زي بعض. سبحان الذي لا يشغله سمع عن سمع، سبحان العليم بالجميع وقريب من الجميع وحاسس بأوجاع الجميع، فيجبر كل واحد على قد وجعه. حنان منان، وحنانا من لدنا، يا حنان يا منان. أحكي لكم إيه ولا إيه؟ هي كانت واحدة ست ما اتجوزتش لمدة طويلة، بعدين تعرفت على شاب، هي كانت أكبر منه بسنتين. أمه مش مبسوطة ومش عاجباها الجوازة وعايزة تبوظ الجوازة، والولد متمسك بيها. فضلت أمه بتحاول لغاية ما جت في يوم وفقدت صبرها قبل كتب الكتاب بكم يوم. بس يا ريتها عملتها بحنية، عملتها بكسر خاطر شديد. قال لها حبيبتي ممكن توريني بطاقتك؟ البنت قالت لها ليه يا طنط في ايه؟ قالت لها بس وريني بطاقتك. قامت ماسكه البطاقه، ايه ده انت اكبر من ابني بكتير، وقامت راميه البطاقه وباظت الجوازه واتكسرت البنت كسره. بس البنت كانت فاهمه ان الحنان من لدن الله، ففي وسط ألمها طلبت من اهلها تطلع عمره. راحت العمره. هي بتقول انا ما كنتش بقول له غير حن عليا اجبر بخاطري. انا اتوجعت وانت ربي يرضيك ان انا اتكسرت كده؟ بتحلف. رجع بالطياره بعد العمره، الشنطه بتاعتها متعلقه في الطياره بتاع من فوق، فبتحاول تجيبها مش عارفه تجيبها، فجي راجل ساعدها نزل لها الشنطه، نزلت راحت لاختها مستنياها بره وجوز اختها. قالوا لها بس استني عشان في واحد صديق جوز اختك جاي. طلع الراجل اللي جاب لها الشنطه، اتجوزوا خلفت منه الحسن والحسين، وبعد كده جابت فاطمه، واللي عمل فيها كده ما اتجوزش لغايه دلوقتي. انت فاكر ايه؟ انت فاكر الدنيا سايبه؟ هي سايبه؟ انت تكسر خاطر حد وربنا ما يجبرش بخاطره؟ لازم يجبر بخاطره. مرة كنت في المدينة قريب، وكنت لسه مش عارف تطبيق نسك الجديد، وانك تدخل الزيارة لازم، ما كنتش لسه عارف الحكاية دي. فلو رحت المدينة، وانا بروح المدينة كتير، فلقيت بقى طابور طويل جدا جدا، وانا كنت رايح 48 ساعة بس. فقلت يعني مش لازم ادخل الروضة، انا دخلت الروضة كتير، فانا يعني حصل لي في المسجد النبوي، وعشان ما يضيعش مني وقت طويل وخلص على كده يعني. وبعدين وانا في الفندق اللي انا فيه، كل ما اقابل حد اقول له حضرتك رايح فين دلوقتي؟ يقول لي لا انا بس عندي موعد الزياره داخل الروضه. طيب اتفضل حضرتك. وبعدين اقابل واحد تاني في نفس اليوم، تاني يوم خلاص انا ماشي، انا بس معلش يا دكتور والله نفسي اقعد معاك، بس انا عندي موعد زياره داخل الروضه. وبعدين قابلت شاب بتعرف عليه لاول مره، انا نفسي والله اسلم عليك يا دكتور وبحبك قوي، بس انا عندي موعد زياره. صعبت عليا نفسي. فدخلت في ركن كده، وكان معايا علي وعمر، دخلت في ركن كده في المسجد النبوي وعيطت. قلت له كده، وفجأة كده يعني أنا خلاص ماشي ماشي بالليل خالص، دخلني الروضة. وعيط. صعبت علي نفسي قوي، نفسي يعني معقولة؟ طب ما انت اللي ما قلتش انت دخلني الروضة. اتحرك في قلبي الشوق ان انا ادخل الروضة واصلي في الروضة. والله العظيم والله العظيم بعيط وبمسح دموعي. لقيت واحد اعرفه من اهل المدينه، قال لي يا دكتور انت دخلت الروضه ولا لا؟ بصيت له كده قلت له لا انا مسافر بالليل. قال لي طب ما تنزل تطبيق نسك وموعد الزياره لازم يتعمل من الاول، طب ما تحاول كده. خدت موعد زياره. امتى موعد الزياره؟ بعد صلاه المغرب. انا دعيت قبل المغرب. طب الله، طب واخد علي وعمر؟ انا كنت عايز ادخل لوحدي. انا قلت له دخلني لوحدي. والله ما جبت سيرة علي وعمر. دخلت انا وعلي وعمر.
والله بعد ما عيطت ودعيت بنص ساعة كنت جوه الروضة. أنا عيطت عياط يوميها. دخلني جبر بخاطري بسرعة. دي ليالي جبر الخواطر، دي ليالي الحنان، حنان الله سبحانه وتعالى على عباده. انتوا بتقولوا ايه؟ روح لربنا سبحانه وتعالى. اعرف صديق ليا اسمه الدكتور احمد ايهاب، ابنه توفى وهو الراجل في 70 من عمره، اتكسر كسرة، بيحب ابنه قوي، كان خلاص تقاعد وبدأت الدنيا تنهش فيه لأنه ما بيعملش حاجة. بيبص لقى حفيده بيقول له أجد أنا بحبك قوي بعد بابا، أنا ماليش إلا أنت. فاكتشفت إن ربنا بيقول لي ده أنت اللي مالكش إلا هو. فبعت حفيدي ليا يحييني، فرجعت أشتغل تاني. أنت بتقول إيه؟ رب العالمين. حصلت الابتلاء بس الطبطبة موجودة. همد في عمرك عشان حفيدك، وإذا كنت خدت ابنك لأن الدنيا كده، هعوضك إنك تربي حفيدك وارد فيك الروح. مرة كنت بعمل برنامج من حوالي 6-7 سنين في رمضان، أظن كان نبي الرحمة والتسامح، وكان هيتعرض على شاشة أحد القنوات العربية الخليجية. بعدين خلاص صورت البرنامج وسلمت الشرايط قبل رمضان بأسبوع. بصيت لقيت اتصال: يا دكتور بنعتذر لك جدا، البرنامج مش هينفع يتعرض، الشرايط اللي انت بعتها بايظة، ركبناها على كل المكن بايظة. انت لك ان تتخيل، شوف انتوا حضرتوا معي تصوير رمضان، تخيل لما تتقال لك جملة زي دي فاضل اسبوع، انا مش هلحق امنتج النسخ التانية، انا راح عليا البرنامج. افتكرت ان النبي كان اذا افزعه امر هرع الى الصلاة، قلت انا هعمل السنة دي. على فكرة الركعتين دول فيهم سر، اول ما تتوجع روح صلي الركعتين قبل ما تعيط لاي حد، فيهم سر والله العظيم فيهم سر. رحت في ركن، والله انا فاكر المكان اللي انا صليت فيه في بيتي في الصالون في حتة لوحدي عشان اعيط من غير ما حد يسمعني في البيت. صليت الركعتين وانا ساجد، والله انا قلت له كده: ما تكسرش بخاطري وانا داخل رمضان، والله العظيم وانا ساجد. خلصت الركعتين وقلت له: انا بكبر بخاطر عبادك على قد ما اقدر، اكبر بخاطري في دخلة رمضان، ما تدخلش مكسور. والله العظيم انا سلمت من هنا لقيت التليفون بيضرب تاني: احنا اسفين يا دكتور، الشرايط طلعت سليمة، المكنة هي اللي بايظة، البرنامج هيتعرض في رمضان. لا يمكن وحنانا من لدنا يا حنان يا منان، وحنانا من لدنا يا حنان يا منان. دي كانت حلقة النهاردة، قاعدة النهاردة: كل حنان في حياتك هو من عند الله، فإذا كسرتك الحياة فاركض إلى الله، فهو أحن عليك من أبيك وأمك. ليلة 25 رمضان، ليلة الهدايا، ليلة الحنان، ليلة جبر الخواطر، كل واحد على قد شال قد إيه السنة اللي فاتت. يلا ندعي: يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إحنا عبيدك وليس لنا سواك، وإنت أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا أكرم الأكرمين، أنت أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا. يا ذا الجلال والإكرام اللي خدت بإيدينا كل حنان في حياتنا منك، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، بكل ذرة في كياننا، بكل لحظة في حياتنا لك الحمد، بكل نفس من أنفاس حياتنا لك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم اعتقنا الليلة من النار يا رب، اعتقنا الليلة من النار يا رب، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اكتبنا رفقاء النبي في الجنة يا رب، ارضى عنا وارضنا الليلة، اعتقنا من النار، حرم علينا النار لا ندخلها أبدا بعد هذه الليلة، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، وأبائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، فرح بنا النبي يوم القيامة، اجعلها ليلة عتق يا رب، اجعلها ليلة نجاة من النار يا رب، اكتبنا من أهل الجنة يا رب، افتح علينا السنة دي ببركة الليلة دي فتح كبير من عندك، افتح علينا في أرزاقنا وولادنا وحياتنا ومشاريعنا يا فتاح، افتح لنا فتحا كبيرا يا رب، اجبر بخاطرنا، اجبر بخاطرنا، ما تكسرش بخاطرنا قبل نهاية رمضان، ما تكسرش بخاطرنا، ندخل العيد مجبورين الخاطر يا رب، نطلع من رمضان مجبورين الخاطر مرضيين، يا حنان يا منان، حنانك علينا، حنانك علينا، انزل علينا السكينة، تقبل منا يا رب، دخلنا الجنة يا رب، ارضى عنا يا رب، افتح علينا يا رب، ارزقنا يا رب، اغنينا يا رب، استخدمنا ولا تستبدلنا، شغلنا عندك يا رب، شغلنا عندك يا رب، اللهم احي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب، في ليلة القدر اعطنا عطاء ما لم تعطيهانا في عمرنا كله يا رب، عطاء السنين في ليلة، كريم حنان منان، بلغنا ليلة القدر يا رب، ما تحرمناش منها السنة دي يا رب، نشهد ليلة القدر وانت راضي عننا، أجب دعانا، اللهم إنا نقسم عليك لا ترد لنا دعوة، أجب كل دعائنا السنة دي يا مجيب الدعاء يا رب، استجب يا رب، استجب، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهدي ولادنا، حببهم في الإيمان، نجحهم في حياتهم، احفظ شبابنا، نجحنا، انصرنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، استجب، استجب دعائنا الليلة يا رب، طمنا ان انت راضي عنا، ورينا آية ان انت راضي عنا يا أكرم الأكرمين، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.